مساء الفل. الدنيا ولعت امبارح عشان فيديو جميل عملته بسيط جدا على الجواز وانت تقدر تتجوز وكل حاجه، والعمليه مش مستحيله. كميه بقى الحاجات الايجابيه كتيره جدا، بس كميه النيجاتيف برضو غير طبيعيه، وكله بالنظام اللي هو يكشف تولع. ايه يا جماعه السواد ده؟ وكلام من نوعيه اهم حاجه كل حد يبعت يقول لي يا فندم جرام الذهب كان بكذا، دلوقتي جرام الذهب ولا عمره شاف جرام ذهب ولا اشتغل ولا فرق معانا جرام ذهب، وايامكم كانت سهله جدا، امتحاناتنا صعبه جدا. على فكره مفيش مقارنه بالازمنه خالص. على فكره سنه 1400 احنا النهارده 1460 هجريه، صح حاجه كده؟ يعني من 1460 سنه ربي سبحانه وتعالى الف سوره الروم ظهر الفساد في البر والبحر. الدنيا كانت خربانه من زمان جدا، ايامنا كانت صعبه جدا، انتوا ما عشتوهاش. لا كان عندنا انترنت ولا كان عندنا اي وسائل عمل اونلاين ولا طريقه ثانيه. كنت بشتغل 3 شغلانات في اليوم، وكل واحده منهم فيزيكال، وبتجري بتتمرمط في كل حته في الدنيا. فاللي بيقول لك انت ما تعرفش وانت مش عايش معانا، والله الواقع اصعب مليون مره. ولا كان عندنا انترنت ولا مصادر معلومات ولا غيره. بس اهم من كل ده، انت هتقعد ايه؟ هتقعد تموت مكانك مثلا؟ مفيش فايده خلاص، يكش تولع، هتنتهي. طب ما تنتحر يا ابني، ايه القصه؟ احنا مش عايزين اي حاجه هتعيش على فكره، هتنجز وتقوم وتشتغل وكل حاجه. في فرص، في فرص صعبه جدا صعبه جدا. فكر في السوريين في مصر. لو سمحت، السوريين اللي جم مصر مش اغنى ناس على قدهم جدا، اغنياء راحوا اوروبا وامريكا وكندا والكلام من اللي جولنا. عملوا ايه بقى؟ اشتغلوا مع بعض، جمعوا فلوس من واحد للتاني للتالت، وفي زمن قياسي 4-5 سنين. عايز اقول لك انا اشتغلت مع ناس عندهم في مصانع في العاشر من رمضان في الغزل والنسيج، ستيت اوف ذا ارت، حاجه عظيمه من لا شيء. علموا نفسهم صناعه واشتغلوا وجمعوا موارد واشتغلوا طلعوا قماش في ظل نفس بلدك الملخبطه ببلاويها بتحدياتها بكل حاجه بالقوانين. عرفوا يشتغلوا، مالوش لا يا جماعه، ما عادش يقول لك لا وبس واصله لكن. انت اهم من كل ده. لو انت قاعد ليل نهار بطولتهم ومفيش فايده، وده حرامي وده امه عملت له ايه وده مفيش فايده فيه ومفيش فايده هنموت مكاننا، طب ما تنتحر وخلاص. هنكمل ولا لا؟ ربي سبحانه وتعالى يشتغل لغايه اخر لحظه في حياتك، وان ليس الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى وسوف يجزاه الجزاء الاوفى. اسعى، قل اعملوا سيرى الله عملكم. هتفتح الابواب، مفيش حاجه ملهاش ثمن على فكره، كل حاجه ليها ثمن. وانا خسرت حاجات كتير عشان اوصل، وصلت وتعورت وكل حاجه، ولغايه دلوقتي بنتمرمط وبنشتغل وبنعمل كل حاجه. ده اللي بيخلينا النهارده بنعمل حاجات صعبه جدا مع جهات معقده جدا عشان علمنا نفسنا. ما وقفناش عند حاجه قلنا كفايه كده وده احسن حاجه نقدر نوصل لها. هتكافح وتشتغل، وانا هشتغل لغايه اخر يوم في حياتي. ارجوكم بلاش الروح السلبيه دي، مش هتفيد في اي حد خالص. هتفيدنا جدا ان احنا دايما نحط كل ما عندنا، هننجح رغم الظروف، مش هنفشل بسبب الظروف. اليوم جميل ان شاء الله، وخدوا بالكم من نفسكم برضه، ما تكلموش حد غريب، وانا معاكم لغايه الاخر ان شاء الله.